لو فضلنا قرون نتكلم عن عظمة أبنية زي الأهرامات والمعابد المنتشرة في مصر مش هنخلص. احنا قدام معالم وأبنية تمكنت من الصمود أمام اختبارات الزمن لآلاف السنين، واستحوذت على خيال كتير من الناس بحضورها المهيب. وبعيدا عن عظمتها اللي كانت بمثابة شهادة على عبقرية المصريين القدماء، فهي كمان كانت بمثابة دليل واضح على الدقة والعبقرية الرياضية ليهم. كشفت لنا قد إيه كانوا ناس بارعين في استخدام الرياضيات وعلم المثلثات والهندسة عشان الأبنية تخرج بالشكل اللي شايفينه حاليا قدام عينينا. يكفي انك تعرف ان المصريين القدماء اول ناس في العالم قدموا نظام رقمي كامل من العشرات والمئات والالاف، وكانت كل مجموعه من الارقام عندهم بيمثلها رمز مختلف. يعني مثلا عظمه الكعب بتمثل خانه العشرات، والحبل الملفوف للمئات، وزهره اللوتس للالاف، والضفدع للمئة الف، وهكذا. وكانت الارقام عندهم بيتم كتابتها من الشمال لليمين، وبيبداوا بالقيمه الاعلى. يعني على سبيل المثال لو حابين يكتبوا 2525 هيبدأوا بال2000، بعدها ال500، بعدها ال20، بعدها ال5. بردية اسمها بردية برلين كشفت ان الرياضيات عند المصريين القدماء كان ليها استخدامات واسعة. استخدموها على سبيل المثال في قياس الوقت والخطوط المستقيمة ومستوى فيضانة النيل وحساب الضرائب ومساحات الأراضي. في التجارة مثلا كانوا أول ناس تستخدم فكرة الكسور والأعداد المركبة والأولية، وأول ناس طورت وحلت المعادلات التربيعية، وأول ناس استخدمت الأرقام العشرية والجمع والطرح. ودي حاجات نقلتها منهم حضارات مختلفة، أبرزها الحضارة اليونانية القديمة. وده برضو اللي كشفته بردية رند اللي تاريخها بيرجع لسنة 1650 قبل الميلاد، واللي كانت مليانة بمسائل وحلول رياضية، وكان فيها قسم كامل خاص بالكسور. وكانوا أول ناس ابتكروا أنظمة قياس دقيقة عشان قياس الأراضي الزراعية والمسافات. كان منها على سبيل المثال أداة اسمها الذراع الملكي، وهي عبارة عن المسافة من مرفق الشخص لطرف صباعه الوسطاني، وكان طولها حوالي 52.3 سم. استخدموها في تحديد المسافات والأطوال للأبنية وتقسيم الأراضي الزراعية.